نفد الاهلي من الهزيمه النهارده ويستر للماتش الخامس. بيثبت ان هو مدرب تعبان، والاهلي للماتش الخامس والسادس، يعني من ماتش الجيش الملكي لحد دلوقتي. انت كاهلاوي او كان راجل بتفرج على كوره، انا مش شايف الاهلي. فين هو الاهلي؟ الاهلي النهارده جاته ركنيه واحده بس الماتش كله. تخيل، والاستحواذ في صالح يانج افريكان. اه والله. الاهلي النهارده تغييرات يستورب جايه متاخره ومخلي الجعان لغايه الدقيقه 79. يا ابني ده جعان، ده اخره يلعب تلت ساعه 10 دقايق. وتغييرات وطاهر محمد طاهر متاخر. الواد مروان عطيه خروجه، يعني هو كان المفروض يخرج من بدري. مروان عطيه كان تعبان النهارده قوي. الاهلي النهارده زي ما يكون ايه، رايح مستسلم للفريق. ما تحسش ان الاهلي اللي هو مثلا ممكن يرايح عشان يكسب. لا، الاهلي النهارده ما كانش رايح عشان يكسب. لان لو رايح عشان يكسب كان لعب كده اكتر من كده، اكتف على الكوره، يبقى اجريسيف اكتر على الكوره. العيال فين الضغط؟ فين ما تحسش ان في ايه. العيال دي تحس ان في حاجه مش طبيعيه في الفريق. انا من رايي والله العظيم الاداره بتاعت الاهلي دي السنه دي ده اضعف اداره في تاريخ الاهلي، هو كابتن محمود الخطيب. وان اضعف اساسا مدير فني جه في تاريخ الاهلي برضه يستر بده. انت مقتنع انت كاهلاوي بيستر؟ فين هو اداء الاهلي؟ انت تحس ان منزلين مين؟ ومنزل لي احمد عيد في الدقيقه كام؟ نزله في اخر الماتش في 5 دقايق. طب هيعمل لك ايه؟ برضه جايب صفقه ب 50 مليون عشان تنزله 5 دقايق. طب يا عم ما كنت تسيبه في المصري. فده يوريك ان احنا لما قلنا ان الاهلي بيتعاقد تعاقدات كيديه انتوا زعلتوا. لا ما تزعلش يا حبيبي، انا بقول لك على الواقع. الاهلي فعلا بيتعاقد تعاقدات كيديه، مش بناء على ان هو رؤيه فنيه انا محتاج اللاعب ده في المكان ده. لانك انت لو هتقيم فنيا، طب بن شرقي انت جبته ولغايه دلوقتي فين بن شرقي؟ على الدكه. وزيزو هيبقى دكه برضه، زي الشحات ما برضه دكه، وغيره وغيره وغيره. يعني الاهلي فريق اللي هو بياخد اللعيبه بالكيله ويركنها على الدكه او يعمل لها اعاره، اللي هي يعني تعاقدات انا هكيدك وخلاص. لا، بالطريقه دي اقسم بالله ما في اداره هتنجح. او حتى لو انت نجحت من وجهه نظرك انتصار للجماهير وانت فرحان وقاعد تقول ايه وفرحان وبتهيص وتقول احنا الاهلي ومعانا فلوس. حبيبي، هي القصه مش قصه فلوس، القصه قصه انت عاجبك منظر الفريق بتاعك كده. انت بقالك 5 ماتشات كسبت فيهم ماتشين بالعافيه، ولعبت افريقيا ولعبت كاس العاصمه ولعبت كاس مصر.